نكمل سلسلة التوزيع الطبيعي المعياري. لو صار متغير عشوائي والمسألة يا مستر كان فيها كاف ومديني الحل وطالب قيمة كاف. طب اعملها ازاي؟ اولا العلامة دي علامة اكبر والرقم ده اقل من 5/10، يعني مفروض الكاف تكون في الجزء اللي بالموجب، والمساحة دي هي اللي 166 من ايه؟ من 1000. طب عايز اعملها يا مستر بالآلة الحاسبة عشان تطلع الإجابة صح، يبقى هنعوض يا ولاد بالاختيارات. هنعمل ايه؟ زي ما اتفقنا، هنضغط على المود وهنضغط على الثلاثة وبعدين هنضغط على الاي سي. هيظهر لك صفر على الشاشة اهو، شايفه؟ وبعدين هنروح جايين كاتبين ادي شيفت لو زي ما تتذكر واحد، وبعدين هضغط على الخمسة. هي اولا الاكبر كنا بنختار ايه؟ فاكر؟ الار. طب الار دي على الزرار هون، على الزرار يا مستر رقم 3، يبقى انت تختار رقم 3 اهو. وهتكتب ايه؟ هنكتب الاختيارات، خلي بالك. يعني اول اختيار 1.37، فهنكتب 1.37 على 1 علامة 3 7 وهقفل القوس. والله ان طلع الناتج 166 من 1000 يبقى هو ده الصح اهو. مش طلع هو، اروح راجع بالسهم وشايل ال 137 تاني اهي خالص خالص، واحط الاختيار التاني. كان الاختيار التاني علامة 9 7، علامة 9 7، وهقول له يساوي. الله اكبر، هي نفس الحل. يبقى اختيارك هو 97%، وكبر دماغك وما تشغلش روحك بالجمع والطرح. طيب يا مستر كزايا ثانوية عامة 2019، لو صاد متغير عشوائي وكانت صاد كمية محصورة ما بين السالب واحد وما بين الكاف. طيب السالب واحد احنا عارفينه في الجزء اللي بالسالب. طب يا ترى الكاف دي في الجزء معها في الجزء اللي في السالب ولا في الجزء اللي بالموجب؟ والله انت الرقم ده هو اللي هيحدد. الرقم ده اكبر من 5/10، يبقى كانت كاف في الجزء اللي بالموجب عشان هنجمع مساحتين. هيبقى فيه هنا جمع المساحة دي زائد المساحة دي كده. طيب عايز يا مستر بالآلة الحاسبة واريح دماغي، هتروح على زي ما اتفقنا اللي هو مود 3 اي سي، هتضغط لي الصفر على الشاشة اهو، وبعدين هروح ضغط شيفت 1 5. الكيو كانت فين؟ ما تبص على الشاشة، الكيو على الزرار رقم 2. بس انت هتعمل الكيو مرتين، خلي بالك عشان كمية محصورة زي ما اتفقنا. السالب واحد دي تكتبها السالب واحد يا مستر اهي، وهقفل القوس وبعدين زائد. هجيب الكيو مرة تانية، ما هي الكيو مرة تانية نفس الكلام، شيفت 1 5 2، الكيو مرة تانية. بس انت بقى هتعوض يا سيدي الباشا بالاختيارات، لان الكاف دي ما انتش عارفها. هنعوض بالاختيارات 1.5. والله ادي 1 علامة 5 وهنقفل القوس. ان طلع نفس الحل، لا مش طلع ده 7 7، لا دي 5 5. هتروح راجع بالسهم، ما تمسحهاش خالص، ارجع بالسهم، شيل الخمسة والعلامة والواحد واكتب اللي بعديها 5/10. 5/10 والقوس مقفول اصلا اهو. الله، نفس الكلام 5 3 2 8، يبقى هي الحل يا مستر 5/10. يبقى كده